جماعه انتوا مش هتصدقوني لو قلت لكم الطبق اللي قدامكم ده ممكن تاكلوه في الفطار او في العشاء وانتوا ضميركم مرتاح وانتوا عاملين دايت. ويا سلام بقى لو بتحبوا القهوه وبتحبوا الفرنش توست، فالطبق ده هيبقى ادمان. اول حاجه معايا بيضه، ربع كوبايه من اللبن، ربع معلقة من القرفة، وكمان معلقة صغيرة من سكر الدايت أو معلقة من العسل زي ما تحبوا. هقلبهم مع بعض كويس جدا. هجيب 2 حبة توست وهنزل كده أغطسهم في اللبن والبيض كويس جدا، وبعد كده بطلعهم وفي طاسة تكون سخنة ضفت مكعب زبدة. أنا شلت نص المكعب ده يعني ما حطيتوش كله، وبدأت ان انا انزل التوست وهدي النار علشان ياخد لون من الجنبين بالشكل الحلو ده. شايفين شكله تحفة 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 ولا ريحته خطيرة. معايا علبة زبادي يوناني، معلقة صغيرة من النسكافيه، معلقة صغيرة من السكر الدايت أو العسل. حطيت ربع كوباية من المية عشان أدوب الزبادي لأن قوامه كان تقيل شوية، وقلبتهم مع بعض كويس جدا. جبت طبق حطيت فيها قطعة من التوست وضفت نص كمية الزبادي، وضفت القطعة التانية من التوست وضفت بقية كمية الزبادي، وعلى الوش رشة كده من الكاكاو الخام بيدي شكل وطعم يجنن يا جماعة. وقطعوها كده وبألف هنا وصحة، شكلها وطعمها بجد يجنن، لازم تجربوها. بحبكم في الله، ما تنسيش من دعوة حلوة. مع السلامة، اشوفكم قريب.